بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. النهارده هنعمل الكيك الرخاميه بالشوكولاته والفانيليا. خطوه خطوه مع بعض هتعملوا معايا الكيك اللي انتوا شايفينها، وهيطلع باقي كمان منها الكب كيك اللي انتوا شايفينه ده، برضو كب كيك رخامي هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دي الكب كيك الرخاميه، ودي الكيك اللي في قالب الكيك للفطار او للولاد، وجبة سناك وقت المذاكرة، مع شاي العصر، مع قهوة، زي ما انتوا عايزين. تعالوا نشوف خطوة خطوة والمقادير اللي هنبدأ نشتغل بيها. المقادير الخاصة بالكيك الرخامية بسيطة قوي، هي دي مقادير الكيك العادية خالص، بس هي فكرة الرخامية هي الشكل اللي احنا هنطلع بيه شكل الكيك، لكن هي دي مقادير الكيك. تقدري تستخدميها لكيك عادي، كيك كب كيك، الكيك الرخامية، قالب الكيك الرخامي اللي احنا هنعمله النهاردة، زي ما انت عايزة تستخدميه لكل حاجة. فالمقادير اللي انا ماشية عليها بقالي سنين الحقيقة، ودي مقادير ماما. دول كوبايتين. طبعا هتستخدمي اول حاجه معيار ثابت تعايري بيه المعايير بتاعتك من المواد اللي هتستخدميها، يعني مج واحد بس، كوبايه واحده بس، وتبقى هي دي اللي انت ماشيه عليها على طول. والمقاس ده للمج ده، المقاس ده كويس جدا للمعايير. فانا عايرت منه كوبايتين، ويعني ونص او ربع، يعني على حسب، لان احنا عارفين الدقيق بيختلف شويه. فدول كوبايتين تقريبا وربع او ازيد من الربع، شويه صغيرين. ومع الدقيق ده هيبقى فيه كميه البيكنج باودر. ده كيس بيكنج باودر اللي احنا بنشتريه عادي، ودي معلقه ملح، معلقه صغيره ملح، بتفرق جدا في الطعم وبتعادل الطعم مع السكر، ما تحسيش انك متضايقه وانت بتاكلي اي حاجه حلوه. فانيليا. كمان المواد الجافة من المج اللي قلتلكوا عليه ده، كوباية ونص من السكر، سكر عادي حبوب، مش سكر مطحون، سكر حبوب عادي خالص مش مطحون. وكمان عشان كده يمكن زي ما قلتلكوا في الدقيق، انا خليت الدقيق جنبي عشان لو احتاج، بس يعني اعتقد ان انا مش هحتاج اكتر من كده. سمنة او زبدة او زيت زي ما انتي عاوزة، وانا بستخدم من المج ده تقريبا نص كوباية من الزبدة. لو سمنة قللي شوية عن نص كوباية، تقريبا تلت كوباية، علشان الزبدة بتختلف عن السمنة. وهستخدم 4 بيضات بس، 4 بيضات. ودي كوبايه وربع لبن، بستخدم منها كوبايه واحده بس للمعيار بتاع الكيك العادي. الربع كوبايه هقول لكم انا هعمل بيه ايه دلوقتي، لكن المعايير اللي قلت لكم عليها والمقادير دي بستخدم كوبايه لبن واحده من نفس المعيار اللي بعاير بيه. تعايري بيه المواد الجافه وبعدين عايري اللبن، لان هو ده الماده السائله الوحيده بعد السمنه او الزبده. تعالوا اقول لكم انا عملت ايه وهعمل ايه. حطيت السمنه على السكر وهدعكها دلوقتي. وعملت ايه كمان، كسرت البيض زي ما انتم شايفين كده، وهحط له الفانيليا، البيض، حوالي معلقه صغيره فانيليا، يعني كلها كفايه قوي. وكمان هحط البيكنج باودر والملح، هحطهم على الدقيق واقلب كويس قوي. فانا هدعك ده وهقلب الحاجات دي ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا خلاص قلبت الدقيق والبيكنج باودر والملح. ليه؟ لازم البيكنج باودر يوصل لكل جزء موجود في الدقيق علشان تطلع النتيجة مظبوطة. نيجي هنا، لو انت عندك العجان هتحطي السكر مع الزبدة او السمنه او الزيت زي ما انت عايزه يتقلب فيه. لو ما فيش يبقى الاحسن ان احنا نقلبه كده. بصوا اختفت السمنه في السكر او الزبده اللي انت حطاها، اي حاجه يعني. اهم حاجه يا جماعه كل المقادير دي تكون بدرجه حراره المطبخ، يعني ما يكونش الزبده ساقعه او السمنه ساقعه، ما يكونش اللبن ساقع تدفيه شويه لو كان بارد. البيض تطلعيه بوقت سابق يكون في درجه حراره المطبخ. كمان ايه تاني، ايه، كل حاجة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، دي اهم حاجة. طيب بعد ما عملنا الخطوة دي هنشوف هنبدأ نعمل ايه مع بعض. دلوقتي بقى بالمضرب، هشغل هنا المضرب
عايزه اقول لكم على حاجه، انه بالمضرب سواء بمضرب او عجان، اهم حاجه انه نشتغل على سرعه يعني عاليه علشان البيض يبقى مضروب كويس. انا همشي شويه البيض كده مع السمنه والسكر، ادخل فيهم شويه هواء، وبعدين هوريكم الطريقه بقى اللي هنشتغل بيها. هو اني هاخد البيض بيضه انزلها. بصوا انا حاطه الفانيليا والبيض، انا هنزل زي ما انتم شايفين كده بيضه وابدا اضرب بيضه بالشكل ده، وهفضل اعمل لحد ما البيضه تختفي. البيضه اللي انا حطيتها لقيتها اختفت، احط البيضه اللي وراها وهكذا. فانا هكمل الكميه دي وارجع لكم اوريكم النتيجه. دي النتيجه اللي بنوصل لها بالطريقه اللي قلت لكم عليها. بالطريقه دي هتاكلوا كيك طعمها زي البيتي فور، يعني رائعه. هتحبوا تقدموها جدا لضيوفكم، سهل قوي، مش بتاخد وقت، يعني وقتها بسيط قوي. بعد كده هبدا بقى، انا خلاص شلت المضرب وخلاص. لو انت عندك عجان استمري بالعجان، لكن انا هبدأ بقى دلوقتي انزل شوية شوية من الدقيق، بحيث ان انا هقسمه تقريبا على يعني 3 مرات. هحط بالتبادل وهقلب مرة دقيق مرة لبن، بحيث ان انا يعني انا هبدأ بالدقيق 3 مرات، وهمشي بالتبادل مع اللبن يعني 3 مرات دقيق 3 مرات لبن. وما احطش اللبن غير لما اتاكد انه الدقيق داب في الخليط، وما احطش الدقيق غير لما اتاكد انه اللبن داب في الخليط. ما احطش دقيق مع لبن وكل حاجه لسه ما دابتش. يعني انا دلوقتي مش هحط اللبن غير لما اتاكد انه الدقيق اختفى تماما، واجيب من تحت كده كويس قوي. يعني انت لو بتعملي في عجان تتاكدي انه انتي الجوانب كلها متقلبه كويس قوي معاكي، دي هتطلع لك نتيجه حلوه قوي. انا هعمل بقى زي ما بقول لكم كده عشان ما اطولش عليكم. حبيت اوريكم بس انه هنا بعد الدقيق ما داب تماما هحط كميه من اللبن. كميه اللبن دي زي ما قلت لكم كوبايه وربع، فانا في الاخر هسيب الربع ده للاخر وهقول لكم ليه. انا هحط دلوقتي كميه من اللبن كده زي ما قلت لكم. هقسم الكميه انها تبقى على 3 مرات واقلب كويس زي ما قلت لكم. ما تخلوش اللبن مع الدقيق وما تخلوش العجينه تسيل منكم قوي، عجينه الكيك دي تسيل منكم قوي علشان ما تخرص وتبقى نتيجتها مش ظريفه. هكمل انا بقى التقليب كويس جدا زي ما قلت لكم بالتبادل. ما احطش الحاجه غير لما الاقي الحاجه التانيه اوكي خلاص امتزجت كويس جدا، دابت كويس قوي قوي قوي، عشان ما تعمليش تكتلات من الدقيق في العجينه، تبقى ناعمه وملسه وخفيفه. دلوقتي انا خلاص خلصت. ما حطيتش الدقيق كله، سبت الكميه دي تقريبا نص كوبايه، يعني انا استخدمت بس كوبايتين من الدقيق للخليط ده، وسبت الربع كوبايه اللبن. هقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. والخليط عندي عشان اعرف ازاي انا عرفت ان انا مش محتاجه الدقيق، انه يوصل معايا للشكل ده، اني لما ارفع كده واسيبه ينزل ويقطع مني. شايفين قطعت ازاي؟ اني اعمل كده اهو بينزل ويقطع مني، مش بتفضل مسيله. ده القوام المظبوط للكيك. دي الكيك العادي خالص خالص خالص، انت ليكي الحريه تستخدميه زي ما انت عايزه. هنشوف هنكمل ازاي. ده القالب اللي هنعمل فيه الكيك. القالب اللي هو ده في منه اطول شويه، مقاس اطول شويه، ده المقاس المتوسط. انت ليكي الحريه بقى عايزه تعمليه في قالب زي ده. لو قالب بالشكل ده، اما انك هتفرشي فيه ورق زبده، او هتدهنيه سمنه او زبده ويترش بالدقيق. لازم الخطوه دي علشان ما يلزقش، ولما تقلبيه يتقلب معاكي عادي جدا. ده القالب اللي هنعمل فيه دلوقتي. انا كمان هعمل في قوالب الكب كيك، بحط فيها ورق الكب كيك، او تدهنيها زي ما انت عاوزه برضو زبده او سمنه مع الدقيق. وبستخدم كمان قوالب الجيلي دي اللي هي عارفين بيبقى لها الشكل ده، وبحط فيها ورق الكب كيك، او بتدهنيها برضو. بتطلع شكل الكيك واخده نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى شكلها حلو قوي
وكمان القوالب دي جميله جدا في التسويه، زي ما قلت لكم احلى تسويه للمخبوزات او الكيك هي الالومنيوم. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هاجي هنا في القالب وهنزل شويه من الكيك ده، لسه الكيك الابيض، بحيث اني تقريبا هحط تلته تقريبا من الكيك الابيض، او زي ما انت عايزه، يعني ممكن انت عايزه تكتري من الشوكولاته. فانا هكتفي بالكميه دي بس في القالب، وهحط شويه منه في قوالب الكب كيك اللي وريتها لكم. حطيت زي ما قلت لكم هنا معاكم اللي في القالب، وحطيت هنا، وزي ما انتم شايفين بحط في قالب الومنيوم برضو علشان تاخد الكميه كلها، ما تبقى محطوطه مظبوط في الفرن. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي هنعملها رخاميه. انا هاخد عندي هنا كاكاو، ده كاكاو الخام او كاكاو ساده. هجيب اي مصفى عندي، مصفى من دي، منخل، اي حاجه عندك يعني، مهم لازم، عشان هحط هنا معلقتين كبار من الكاكاو الخام او 3 معالق تقريبا، ولازم انخلهم علشان ما يعمليش تكتلات جوه الكيك. لازم كده، شايفين التكتلات دي بقى انا هاجي بمعلقه وهعمل كده. بصوا بقى الشويه دول كده خلاص، دول مش هينفعوني. فانا هاجي بقى واقلب الاول الكاكاو، هقلبه كويس قوي، ادخله كويس قوي في العجينه. بدلت الدنيا. ده اللون اللي انا عاوزاه، بس هنا القوام تقل، فانا ما ينفعش اسيبه كده، فيجي دور ربع كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم عليها، اللي هتظبط لي المقدار انه ترجع تاني العجينه جميله. خدوا بالكم ان انا قبل ما اصب الكيك عملت ايه؟ شغلت الفرن على درجه 200 والرف في النص، علشان على بال ما اصب الكيك كلها تكون الفرن حقق درجه حرارته، علشان الكيك تفضل الدرجه منتظمه طول فتره الكيك جوه الفرن. فهندوب بقى اللبن ده كويس قوي، وترجع العجينه تتظبط تاني، ما تبقاش خفيفه تقيله، اسفه، تبقى بقى خفيفه وجميله كده عشان تطلع هشه وجميله. تعالوا بقى هنشوف هنغرف ازاي. هنجيب القالب تاني اللي احنا حطينا فيه الكيك البيضه، وهننزل عليها كيك شوكولاته كده، اوكي، بحيث اني هوصل تقريبا لنص القالب كده. انا وصلت تقريبا لنص القالب، ودي القوالب هحط عليها هي كمان من الشوكولاته اللي انا كنت حاطه فيها الابيض. تعالوا بقى نشوف ازاي هنخليها رخاميه. اي اداه عندك، شوكه، اي حاجه رفيعه، سكينه، اي حاجه عندك. هنبدا، انا هعمل معاكم بالشوكه شوكه تكون رفيعه صغيره زي دي، وهتبداي تعملي كده. بصوا يا جماعه، باخد كده واقلب واطلع، بمشي زي الاسطوانه كده، واجيب من تحت لفوق من غير ما اقلب، انا مجرد بس اني بعمل كده، اوكي. وبعدين هرجع اقلبها تاني، وبعدين ارجع اعمل نفس الحكايه، بعمل كده كده كده، شايفين؟ بطلع من الابيض مع الشوكولاته بس من غير ما بقلب الدنيا. وبعدين ممكن بقى اعمل حاجه، اني انا اجي كده اعمل في الاتجاه ده كده، اوكي، وبعدين جنب التاني في الاتجاه ده بالشكل ده. فبكده انا عملت كيك رخاميه شكلها من جوه، ولما هتطلع هتكون كيك رخاميه ان شاء الله. هكرر نفس الحكايه هنا في الكب كيك اللي هي دي، انه انا هعمل كده، اخد من الابيض اللي تحت اطلع كده، اخد من الابيض اللي تحت واطلع بالشكل ده اهو، شايفين كده، بحيث اني مش بقلبها، انا مجرد اني بخلي يبقى فيه خطوط داخليه جواها.
وهكمل بقى في باقي الكميه وهرجع لكم. كمان المقدار اللي انا قلت لكم عليه عمل الكميه دي كمان من الكب كيك ده شوكولاته ساده بس. وهتدخل الفرن زي ما قلت لكم درجه حراره 200 وما تفتحيش قبل تلت ساعه، وهنشوف مع بعض هنكمل ازاي. ودي الكيك الرخاميه اللي بالشوكولاته والفانيليا زي ما انتم شايفين. باين فيها، شايفين باينه ان هي داخل فيها شوكولاته شويه مع الفانيليا، وممكن تكتروا اكتر من كده، تقلبوا اكتر، تدخلوا بشكل اكتر في شكل خطوط زي ما انتوا عايزين. والكميه اللي انا عملتها كب كيك شوكولاته اللي اتبقت، ودي الكب كيك اهي اللي هي الكب كيك الرخاميه، ودي الكيك الرخاميه في الفطار مع شاي زي ما انتوا عايزين. بألف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من مطبخ كليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.